يا مساء الفل. في أكلة كده أول ما نسمع اسمها نعرف النهاردة في لمة وضحك وهزار. الأكلة الدلوعة عند المصريين مفيش عزومة ولا خروجة شم النسيم تنفع من غيرها، عشان هي مش أكلة عادية، دي سمكة الخواجة اللي دخلت بيوتنا وبقت مصرية بالتبعية. وهاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعيش ونعرف حكاية سمكة الخواجة اللي تيجي من بره علشان تتدلع عندنا بالزيت والليمون طحينة، وما ننساش جنبها البصل الأخضر. يلا نعرف حكاية سمكة الرنجة. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. انتوا عارفين ان سمكة الرنجة مش بتعيش ولا في النيل ولا في البحر بتاعنا. الرنجة دي نوع من انواع الاسماك اللي بتعيش في المحيطات وشمال اوروبا. الحكاية بدأت لما الصيادين في اوروبا زمان وتحديدا في القرن ال14 اكتشفوا طريقة لحفظ السمك علشان لما يسافروا مسافات طويلة وبعيدة ما يبصش، فكانوا بيملحوه يدخنوه دخان خشب معين، ومن هنا ظهرت السمكة الدلوعة الرنجة المدخنة. والرنجة دخلت مصر بشكل تجاري بداية القرن العشرين، لأن المصريين ملوك التمليح من أيام الفراعنة ما ننساش السردين والفسيخ تقبلوا الرنجة بحب ودلع علشان هي أخف شوية من الفسيخ. وبدأت تدخل الرنجة في مواسم شم النسيم كبديل آمن للفسيخ، وطعمها مودرن بالنسبة للفسيخ، ومن وقتها وهي بقت جزء أساسي من طقوسنا شم النسيم. سر طعامة الرنجة حاجتين: تدخين، وهي إنها بتتعرض دخان خشب الزان مثلا، وهو اللي بيديلها اللون الذهبي والطعم المدخن اللي كلنا بنعشقه. وتاني حاجة بقى هي البطروخ، وده بقى حكاية لوحده عند المصريين، لدرجة المصريين انقسموا قسمين: في قسم اللي بيحب البطروخ الناعم اللي زي الزبدة، وفي قسم اللي بيحب البطروخ المرمل اللي بيقرمش بيطلع صوف انت بتاكله كده. ودي بقى انت وشطارتك، لما تروح تشتري الرنجة من عند الفسخين تعرف تنقي الرنجة المبطرخة ولا مش هتعرف. الرنجة عند المصريين مش مجرد أكل وخلاص، ده فن يا باشا. يعني لازم تتشوح كويس على عين البوتاجاز لحد ما الجلد يفرقع، وبعدين تقشرها وتخليها وتغرقها زيت وليمون وشطة. طبعا ما ننساش شوية طحينة عشان نهدي الملوحة شوية. أخضر هو البطل، بلا منافس في القعدة دي، وبصحة وهنا. وبعد الرنجة ما تنسوش تحبسوا كوباية شاي. الرنجة بتعلمنا إننا شعب يعرف يتمتع بالحياة، وبيعرف ياخد الوافد الجديد وبيخليه جزء من تراثنا بلمسته الخاصة. قولولي بقى، انتوا فريق الرنجة المشوية أو المتشوحة على عين البوتاجاز، ولا الرنجة اللي غرقانة بالزيت والليمون والطحينة؟ ومين فيكم يعرف يختار الرنجة المبطرخة من الرنجة المش مبطرخة؟ تنمية تعليقاتكم. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية الجاية في حفظ الله.